اكتشفت ان ابني حد من قرايبنا اتحرش بيه، اعمل ايه؟ طبعا احنا بنتكلم عن تحرش الناس القريبين، دي بتبقى مشكله كبيره وبتعمل ارتباك كبير في البيت. على الاقل اللي بره احنا بنعرف نتصرف معاه وبناخد حق اولادنا، طب لو حد بقى من العيله نعمل ايه؟ اولا لازم تبقوا عارفين، سواء حد من العيله او بره العيله، اول حاجه لازم تبقوا عارفين ان رد في الفعل بتاعنا عليه عامل كبير جدا عن ابني او الطفل اللي تم التحرش بيه، سواء طفل صغير او مراهق. هيساعده كتير عن انه يتجاوز الصدمه دي، او ممكن يسبب له مشكله اكبر حسب احنا هنعمل ايه. فمهم نكون جاهزين، لان الطفل اصلا بيبقى متألم ومصدوم، فمحتاج اب وام يتعاملوا صح مع الموقف. فاول حاجه نفكر فيها هي ازاي نحتوي الطفل، ازاي نتكلم مع ابني بشكل كويس، ازاي ان انا اديله احترام لمشاعره وافهمه ان انا في صفه وافهمه ان انا معاه. فمش هينفع ان اقعد الوم فيه واقعد. انا يعني شفت للاسف امهات بتضرب ولادها الصغيرين لو عرفت ان هو تم التحرش بيهم، وده رد فعل صعب جدا. انا عارفه ان في امهات بتبقى يعني هي من كتر ما هي خايفه، من كتر ما هي مرعوبه، من كتر ما هي مصدومه هي نفسها، مش بتعرف تتجاوز الموضوع، فتروح ضربه اولادها او تزعق لهم او تلومهم. انتوا مش متخيلين ده بيعمل ايه في الطفل. ده بيزود ألمه يعني أضعاف، بيخليه ما بيخفش بسهولة، لأن هو أصلا تعب وهو أصلا اتعرض لموقف صعب. فأنا لازم كأم أو كأب أمسك نفسي شوية، لازم أبقى جاهزة. هو إحنا بنصلي إن ربنا يحمي كل ولادنا، لكن لازم نبقى جاهزين لو ده حصل، إن أنا ما أروحش ألوم ابني أو ألوم بنتي، هو أصلا ضحية، إزاي أنا أفضل ألومه بعد كده؟ فمهم نهدى ونحتوي الطفل جدا، وبلاش نلوم فيه، ونفهمه ان احنا قابلينه وان احنا بنحبه، وما نقعدش نقول له طب انت ما دافعتش عن نفسك ليه؟ مش انا مفهماك؟ مش انا مديالك كورس؟ مش انا قايله لك؟ خلاص هو بيجي في وقت الاطفال فعلا مش بتعرف تدافع عن نفسها. بعض الاطفال ما عندهاش القدره ان تعمل كده لاسباب مختلفه، سواء هي مش واثقه في نفسها او الموقف خضها، او المتحرش هو دخلها بطرق هو حبيبي طفل صغير مش عارف ومش فاهم. فعشان كده لازم نكون في صف ولادنا كويس جدا، نأكد لهم على ان احنا بنحبهم وان احنا قابلينهم مهما حصل. مهم ان احنا نصدق الطفل، يعني ما ينفعش اقول له انت كذاب، انا عارفاك انت دايما بتألف قصص على فكرة. لا، الطفل مش بيألف الموضوع ده يا جماعة، لان الطفل مش بيكذب في الحاجات دي. لو ولادكم جم قالوا لكم ان في حد اتحرش بينا من العيلة، من فضلك ما تكذبش ابنك وما تدافعش عن متحرش، ما تقولوش لا ده قريبنا، لا ده بيجي عندنا، انت ازاي تقول عليه كده؟ لان انت لو عملت كده هو هيسيب نفسه للمتحرش المره الجايه. خلاص، ما هو انت قلت له ده اللي قصده يلعب معاك، ده قصده مش عارف ايه، انت اللي فاهمه غلط، فهو هيصدقك كشخص كبير والتحرش هيزيد اكتر. فمهم ان انا احتويه واعرف بس هو عمل ده كم مره، وافهم منه ازاي ده حصل، علشان خاطر ان انا احمي ابني واعرف ادافع عنه. المهم اديله فرصه ان هو يعبر عن غضبه، سواء بالكلام او ان هو يرسم، في اطفال بتحب ترسم، او يعني تكتب اللي حصل لها. ده مهم قوي. مهم افهم الطفل ان دي مش غلطته، دي نقطه مهمه قوي، ان اللي حصل ده مش غلطتك، مش هو عمل حاجه علشان كده استحق التحرش، لا ده غلطه المتحرش. فمهما عمل الطفل هو لا يستحق التحرش، ومفيش اي سبب يخليه يتم التحرش بيه. المهم ان احنا كمان نوعد الطفل احنا هندافع عنه، دي نقطه مهمه. يعني مش حد تحرش بابني اروح مدخلاه البيت، يعني ده ما ينفعش يا جماعه. حتى لو الشخص ده قريب مني، المتحرش ما يدخلش بيتي تاني، لان ده هيخليه يعمل كده مره واثنين وثلاثه. فعلى الاقل لازم يدخلش البيت تاني، علشان بيحسس الطفل ان احنا في ظهره وبندافع عنه. احنا ما نسكتش على الموضوع، وممكن ونحاول ناخد حق اولادنا، لان ده بيحسسهم ان احنا في ظهرهم وان احنا مش متخيلين وان احنا مش بنتخلى عنهم في وقت مهم، وده بيحسسه كمان بالامان. وما ينفعش شخص حتى لو كان قريب مني ايا كان نوع القرب ايه، ان هو يدخل بيتنا تاني بعد ما احنا خلاص عرفنا ان هو اتحرش بحد من أولادنا، لأن هنا أولادنا هم الأولوية وهم المهمين. وخلينا نصلي إن ربنا يحمي أولادنا من أي أذى، ويحمي نفسهم وجسمهم وكل حاجة في حياتهم.